مسافر بره مصر قريب وناوي تأجر عربية. لو انت من الناس اللي بيحبوا يسافروا ويستمتعوا بالاكتشاف والسواقة في بلاد جديدة، فالرخصة الدولية تعتبر ورقة سحرية بالنسبة ليك. في الفيديو ده هنتكلم عن طريقة استخراج رخصة القيادة الدولية في مصر وكل التفاصيل اللي محتاج تعرفها. مبدئيا لازم تعرف ان رخصة القيادة الدولية بتطلع من نادي السيارات والرحلات المصري، واللي موجود في القاهرة واسكندرية وليه فروع تانية في بعض المحافظات، وهسيب لكم لينك في صندوق الوصف بعنوان الفرع الموجود في القاهرة. طيب ايه هي الاوراق اللي انت بتحتاجها؟ مبدئيا كده مفيش اي حاجه صعبه، كل اللي انت هتحتاجه اصل وصوره من رخصه القياده المصريه بتاعتك وتكون ساريه، اصل وصوره من جواز السفر بتاعك، صور شخصيه مقاس 4:6 زي اللي موجوده في الباسبور بالظبط، وطبعا هتحتاج بطاقه الرقم القومي وصوره منها، وما تنساش رسوم استخراج الرخصه. بعد ما تجمع كل الاوراق دي هتاخد بعضك وتطلع على اقرب فرع ليك، وهناك هتملى استمارة الطلب ومش هتاخد منك وقت كبير. في العادي الإجراءات سهلة وبسيطة، وهتلاقي تجاوب كبير جدا من الموظفين اللي موجودين في المكان، والمكان منظم ومرتب وعلى أعلى مستوى. بعد ما تخلص كل الإجراءات دي الموضوع مش هياخد منك وقت كبير، وغالبا هتستلم الرخصة الدولية بتاعتك في نفس اليوم. والرخصة بتكون صالحة لمدة سنة، وتقدر تستخدمها في أكتر من 150 دولة حول العالم. وبكده هتكون مستعد انك تسوق في اي بلد تزورها وتستمتع بتجربة السفر والاكتشاف وانت سايق بكل امان. وافتكر دايما ان الرخصة دي هتفتح لك ابواب جديدة من المغامرة. لو عندك اي اسئلة او محتاج تعرف اي تفاصيل اكتر، ما تنساش اكتب لي في التعليقات، او طبعا تابعني على السوشيال ميديا. وما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك في القناة لو عجبك المحتوى، وخليك دايما مستعد للمغامرة.